وزارة العمل تعلن عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر شباط 2024. السلام عليكم شبابنا الطيبة، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد، بهذا الفيديو عن صرف رواتب العمال المضمونين، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر شباط 2024 في بغداد والمحافظات. وأوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي السيدة خلود حيران أن الدائرة أكملت جميع إجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المضمونين لديها ابتداء من الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء 31/1/2024، مشيرة إلى أن صرف الفروقات كافة للمتقاعدين الذين تم تعديل رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم 18 سنة 2023، واعتبارا من 1/12/2023 لغاية الوقت الحاضر. وبينت السيدة حيران أن الدائرة مستمرة في متابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلم المقدمة من قبل المتقاعدين، وسيتم شمولهم بالفروقات في الشهر المقبل بعد تعديل قرار التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية. فالهنا يا شباب ينتهي وقت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.